السلام عليكم. سامعين صوت القرمشة؟ النهاردة هنعمل فطار حلو جدا، سهل وجميل وبسيط خالص وما ياخدش اي وقت وطعمه تحفة. نبدأ على بركة الله. عندي راس توم، شلت الراس بتاعتها وحطيت عليها شوية زيت زيتون وهحطها تتشوي. تحطها في المخلطرون ماشي، تحطها في الاير فراير ماشي، في الفرن زي ما تحبوا. انا عملتها في الاير فراير. جبت عيش وقطعته، اي عيش عندك تحب، فينو، توست، اللي يعجبك. جبت الزبدة، ضفت عليها شوية من البقدونس والثوم اللي احنا كنا شاويينه وشوية من التوابل الإيطالية. هقلب كله مع بعضه لحد ما يختلطوا مع بعض. بعد كده هدهن العيش بالزبدة والبقدونس. اللي حابب يدخلها الفرن على كده ماشي، واللي حابب يحط عليها حاجة إضافات تانية زي الجبنة مثلا براحته. بجد وصفة ملهاش حل، طعمها تحفة، جميلة جدا وسهلة وبسيطة، ما خدتش أي وقت. أنا مولعة الفرن يسخن على درجة حرارة 180. هدخلها الفرن لمدة 10 دقايق. هتطلع معانا بالشكل الجميل ده. قطعناها لسه سخنة. ده شكلها بعد ما خلصت. ودول عملناهم بزبدة بس من غير جبنة، مقرمشين برضو، طعمهم تحفة في منتهى الجمال. قدمناهم مع شرايح خيار وشرايح الطماطم. أتمنى جربوا الوصفة دي، وإلى اللقاء في وصفات أخرى قادمة. سلام عليكم.